بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يوم جديد وروتين جديد وطاقة إيجابية جديدة يا حبايبي. حبايبي متابعيني دايما مشرفيني يا رب ومنوريني ودايما داعميني واقفين في ظهري يا رب. يا رب ما تحرم من دعمكم لي أبدا يا رب. جمعة مباركة علينا وعليكم يا حبايبي وعلى أمة المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان موجودين غير مفقودين، آمين يا رب العالمين. طيب يا حبايبي النهارده نشوف هنطبخ بقى أكلنا النهارده غدانا يوم الجمعة. يا رب الفيديو ده يعجبكم النهارده ونقول اعجابكم يا رب. مبدئيا كده الاول هنعمل صينيه البطاطس. انا هعطي نبداوا لي بالبطاطس ماشي. يا رب يديمكم نعمه في حياتي يا رب. طيب جبنا بصله حلوه كبيره كده، قطعناها حلقات كده، ترانشات جوليان كده، حلقان زي ما انت بتسميها. وحطينا عليها قرن فلفل رومي كده حراق، او قرن فلفل من اللي هو الاحمر الحراق، بلاش الرومي لو بتحبوا الاكل مشطشط كده. ومعانا فلفل وكمون وكزبره ناشفه وحبه بابريكا كده وانا بحط يا حبايبي في قرفه في الاكل بتاعي عموما يعني. وحبه برضو سنه قرفه كده. وبعد كده بنعملها مع البصله زي ما شفتها كده، والقرن الفلفل الاحمر ده، القرن الفلفل الحراق ده، بدبلها على النار كده عشان ريحه البهارات تطلع يا حبايبي. زي ما انتم عارفين ان في الشتاء ده البهارات بتبقى سبحان الله الريحه بتاعتها مش بتبقى ظاهره لما بتتلوح على النار كده مع معلقه الزيت مع البصله مع التومه مع اي حاجه. ما شاء الله جربوها يا حبايبي وهتدعوا لي ان شاء الله. لان البهارات دي في الشتاء بتبقى سبحان الله كده زي ما بيقولوا كده مرطبه كده، وما بتبقاش ريحتها احسن حاجه. ماشي جربها بالطريقه دي. وبعد كده بضيف البطاطس فوق البهارات والبصل. وبعد كده بنزل برضو بقلبها تقلبتين كده مع بعض على النار، وعلى نار هاديه كده. وبعد كده بنزل بالطماطم الحمراء الجميله دي، وبحط بقى ما شاء الله الملح بتاعي ونص معلقه سكر عشان الحموضه زي ما انتم متعودين معايا يا حبايبي. بتبقى شاء الله ما شاء الله طالعه صينيه بطاطس خرافه. جربوها بالطريقه دي هتعجبكم باذن الله. وبعد كده بجيب فصين توم، وبقوم حطاهم على يعني نيين كده ما شاء الله مفرومين. وهي هتبتدي هطفى عليها بتعمل ريحه جميله جدا. جربوها بالطريقه دي عشان ما شاء الله ريحه التوم كده بتبقى ظاهره كده في الاخر وريحتها حلوه قوي. تعالى نعمل بقى اللحمه الجميله بتاعتنا دي، جايبينها من الجزار يا حبايبي ما شاء الله، طازه لسه والجميله كده. وبعدين انتوا عارفين طبيخي في اللحمه، انا بحط ميه تغلي، بمجرد ما بتبتدي في الغليان كده ببتدي اكون غاسله لحمته ومصفيها حلو وبسقطها في قلب الميه دي. ماشي. لو وصلتوا معايا المقطع ده يا حبايبي حطوا له كومنت حلو كده، ولايك جميل يشجع الفيديو ده، وفعلوا زر الجرس عشان كل اشعاراتنا توصل لكم باذن الله. ولو ما اشتركش في القناه بتاعتنا يشترك يا حبايبي، دايما اشتراككم بيسعدني وبيفرحني. ايه رايكم بقى؟ هبتدي اللحمه جميله النهارده ما شاء الله تعجبكم قوي بالطريقه بتاعتي برضو ما شاء الله. هنشيل الرمه بتاعتها اهوت، ومش هنحط لسه لا ورق لوري ولا حبان ولا مستكه ولا فلفل ولا اي حاجه في الدنيا. هنشيل الاول، وبعد كده هتغلي شويه معانا كده لما ما شاء الله ما تبتدي الشوربه بتاعتها تروق وتبقى جميله كده ما شاء الله. ما فيش فيها رمه كتير عشان لما تكون اللحمه جايه طازه يا حبيبي تبقى ما شاء الله حلوه. يا رب يديمها نعمه علينا واحفظها من الزوال يا رب. وبعد كده لما تحبوا تزودوا الميه بتاعتكم اللحمه زودوها بميه مغليه يا حبايبي عشان خاطر ما تاخرش في سويه. معانا بصله نيه كده ما شاء الله، ورق لوري، حبهان والمستكه ماشي. وبعد كده هنسيبها بقى ما شاء الله تاخد وتدي مع بعضها كده. كل ما بتبتدي تغلي بهدي النار عليها بقى عشان مش ان احنا نعلي النار كده بخار يخرج ونزود ميه وبخار يخرج ونزود ميه وخلاص، لا. لحمتنا يا حبايبي نحب نطبخها بالطريقه دي عشان تحتفظ ما شاء الله بالفيتامين اللي فيها. ما نقعدش يطلع مع البهارات كده ومع البخار كده، لا احنا هنهدي النار عليها عشان مش كل شويه نزود لها ميه ماشي. بعد كده صينيه البطاطس بتاعتنا حمرناها جميله اهيت ما شاء الله، وحطينا فيها لحمه اللي هي الملبسه ديت ما شاء الله بتبقى حلوه مع صينيه البطاطس يا حبايبي. وادالنا تحميره بسيطه كده وما شاء الله. يا رب النهارده ينور اعجابكم الفيديو ده يا حبايبي. لو عجبكم الفيديو ده تحطوا له لايك جميل كده يرفع الفيديو ده، وكومنت كده يشجعنا وبيفرحنا يا حبايبي. حبايبي جمعه مباركه علينا يا رب وعليكم وعلى المسلمين يا رب. النهارده ان شاء الله اول شعبان، يا رب يجعله كده يبلغنا رمضان، امين يا رب العالمين. وده ملي كده يا حبايبي استغفر ربكم عشان نخش كده ان شاء الله على رمضان يا رب واحنا قلبنا صافي لبعض كده ونيتنا كويسه باذن الله. وعملنا تترفع ان شاء الله في شهر شعبان ده واحنا يا رب مقبولين عندك يا رب. يا رب فيديوهاتنا اللي اعجابكم تبقى عند حسن ظنكم يا حبايبي. مع السلامه.